السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ نهاركو زي العسل، نهاركو زي الفل، نهاركو يعني كله طاقة وأمل وتفاؤل وسعادة وكل الحاجات الجميلة. يصبحكم ويسعدكم ويمسيكم بالخير والسعادة. صباح الفل، صباح الخير، صباح النور على عيونكم يا حلوين يا مقطقطين يا شربطات. يا رب يا رب يجعل يومكم كله خير وتفاؤل وأمل وكل الحاجات الجميلة. ايه يا نصرة بتعملي ايه يا نصرة؟ ايه الروتين بتاعك يا نصرة وكراكيبك يا نصرة اللي ما بتخلصش يا نصرة؟ كراكيبي يا جماعة اللي ما بتخلص. طبعا انتوا كنتوا عارفين ان الأوضة دي استغفر الله العظيم عايزة افجرها. فطبعا دي كانت الكراكيب اللي جواها، انا طلعت كل حاجة منها ونضفتها معاكم قبل كده وكل حاجة. بس ده الجزء التاني لان الفيديو بيبقى طويل، ما بقدرش ان انا انزله كله يعني، تمام؟ عشان ما صدعكوش. فطبعا انا رتبتها زي ما انتوا شايفين كده، وده اللي في الباسكت ده شويه غسيل عايزين يتغسلوا. طب مش هغسل تاني بقى، انا تعبت وزهقت. المهم هروق معاكم المطبخ، عندي شويه مواعين انا غسلاهم هشيلهم في المطبخ معاكم. وهرتب ترتيب اوام كده سريع للمطبخ و تمام زي ما انتوا شايفين كده. والكرتونه والحاجات دي هاخدها اركنها بس كده لحد وانا نازله كده، هاخدها ارميها في الشارع، ارميها يعني في مكان الزباله. وزي ما انتوا شايفين المطبخ كده الرخامه لا تسر عدو ولا حبيب. في غسيل فيه كوبايات وحاجات ومحتاجات حاجات نظيفه هشيلها، واللي مش نظيف هاخده اوديه المطبخ. واغلبيه الحاجات كلها نظيفه. همسح معاكم الرخامه واروق الدنيا كده تمام زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، واشيل المواعين والكلام ده. وعايزه اقول لكم بقى، المدام كلمتني بتقول لي بقى مش عارفه يا نصر هخبرك. هقول لك يا نصر خبر معرفش حلو ولا وحش بالنسبه لك. لقيتها كده بترن عليا وبتقول لي نفس الكلام. طبعا انتوا عارفين انا كنت واخده اجازه كام يوم بعد ما مشيت من الشغل لاني كنت تعبانه. طبعا كان عندكم علم، كنت قلت لكم ان الست هتجيب واحد يساعد او مش يساعد، يشتغل ليه شغله في المكان. شغله غير شغلي، هيشتغل بقى في الروف، هيعمل الازاز، هيلمعه، هيعمل الجنينة، هيعمل الشغل ده تمام. طبعا انا الراجل ده شفته مرة واحدة بس ومليش دعوة بشغله، لان هي زي ما قلت لكم قبل كده قالت لي يا نصرة اللي يجي انت مالكيش دعوة بيه، يعني ما تكلموش وتقولوا له اعمل ولا ما تعملش. طبعا الموضوع ده احنا متفقين عليه. قلت لها يا مدام انا عمري لا اقول لحد اعمل ولا ما تعملش. هي حاطه في بالها يا جماعه ان انا عشان يعني قديمه عندها، اللي هيجي غير منه على ايه؟ اللي جاي ده جاي يريحني انا وهياخد فلوس منها هي، هيزعلني في ايه؟ انا لو زعلت او اتضايقت يبقى انا واحده غبيه او وانا واحده ما بفهمش. لكن الحمد لله ان الشكر لله انا بفهم وكل حاجه. فطبعا هي حاطه في بالها يعني ايه، يعني اللي يجي مالكيش دعوه بيه. وطبعا قلت لها يا ست انا ماليش دعوه باي حاجه تمام. المهم الراجل ده جه مره وانا هناك وماليش علاقه بيه خالص، هو ليه شغل وانا ليه شغل، لا بشوفه بيعمل ايه، عمل وحش عمل حلو، ماليش دعوه باي حاجه تمام. المهم لقيتها بتكلمني بتقول لي يا نصر الراجل يعني مش عارفه اقول لك الخبر وحش ولا حلو. قلت لها خير يا مدام. قالت لي الراجل مشي. فانا قلت الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. شايفين التلاجة بوريها لكم لان انا نظفت التلاجة ومسحتها وعملتها يعني وما خليتش فيها اي حاجه، وصبنت ونضفت خليتها زي الفل. لكن المقطع اللي انا نضفت فيه التلاجة انا ما اعرفش والله العظيم التليفون ده بيعمل معايا كده ليه. طلع الصوره استغفر الله العظيم يا جماعه زي ما اكون رشه تراب، سودة وغامقه ووحشه. وطبعا انا نفسي كأنا نصر اشوف الفيديو احس ان انا عايزه اكسر التليفون. فانا مش عارفه زي ما يكون والله يا جماعه التليفون ملبوس. فطبعا المقطع ده انا رحت مسحته. قلت لا، الناس اول ما تشوف الفيديو هتعمل لي مش هتخش الفيديو. فانا طبعا مش هينفع تشوف فيديو شكله غبي ليه كده، عامل زي ما يكون في تراب وبهتان وجربان ومغمق وعملت فيه كل العبر. ما المهم ما علينا. فطبعا انا حمدت ربنا وقلت الحمد لله. بتقول لي الخبر ايه يا مدام؟ ليه بقى حمدت ربنا وقلت الحمد لله؟ يقعد ما يقعدش، يمشي ما يمشيش، مش قصتي، بس قلت الحمد لله علشان ما تفكرنيش، هي ما تفكرش ان انا الراجل مشي، يعني الراجل مشي وانا مش موجوده. هي ممكن تقول لك ايه، هي ضايقته نغزته، قالت له كلمتين يضايقوا، انها اتنرفزت عليه، انا عارفاها عصبيه، ست كبيره وعصبيه بتاع. قلت الحمد لله الحمد لله، يمشي ما يمشيش انا مالي، مشي وانا مش موجوده. يا سلام والله يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله.
المهم يا جماعة طيب فانا اتقصت طب ايه يا مدام ساب الشغل ليه ولا في ايه ولا ما في ايه؟ قالت لي يا ستي الراجل انا قلت لكم انا هنعمل ايه في الروتين يا دي النيل. ايوه بروق المطبخ يا ولاد اللي ما بيخلصش، واخش الاوضه التانية برضه اروقها كده من على الوش وخلاص يا جماعه. هو الفيديو بسيط ظريف لطيف كده بس. وانتوا طبعا بناء على كلامكم يا نصرة ما تجريش الفيديو يا نصرة، يا نصرة ما تجريش الفيديو اهو. مش هجري لكم الفيديو بناء على رغباتكم. في ناس بتقول لي يا نصرة احنا عينينا بتوجعنا اما انت بتجري الفيديو. حاضر يا جماعة مش هجري الفيديو حبايب قلبي. المهم ايه السبب ان الراجل مشي؟ لما كلمها في التليفون قال لها انا بقالي كذا مرة اجي، ولما طبعا هو بيجي العصر بعد الظهر يعني، لما بمشي المشوار مشوار بيته يعني بعيد جدا، بيته بعيد جدا، وهو بيقف على الطريق اللي هو طريق السريع مصر اسكندرية ده، يستنى اي عربية يركبها. بيبقى الموضوع بالنسبة له صعب جدا. بيقول لك اخر مرة مشي الساعة كام، يعني اخر مرة هو مشي من عندهم على 8 بالليل، عبال ما ركب الساعة 11 بالليل. شوفوا بقى وقف على الطريق ساعتين يلاقي استنى عربية. لما ركب والراجل السواق اللي وصله للأمان، يعني وصله زي ما بيقولوا للأعمار. ما هي طريق مصر اسكندرية ما هي عمار يا جماعة، بس ما علينا، هي حتة غبية بصراحة يعني عنده حق. وصلوا واحد استغل طبعا ظروفه، استغل الوقت بالليل والسقعة وكل حاجة، واخد منه 70 جنيه عشان يوصله للعمار. فالراجل قال لك لا مش هاجي، لو انتوا عايزيني اجي ابات عندكم وامشي كل اسبوع. فطبعا هم طبعا رافضين حتة ان حد يبات ليه؟ هم ما بيخلوش حد يبات لان هم اسرة بسيطة، يعني اسرة صغيرة ما عندهمش الشغل اللي هو يعني هيحتاجوه. فليه بات واحد غريب في البيت على اساس ان هو يشتغل؟ هو بالنسبة له بيقول لك اريح لي لما انا اروح خميس وجمعة لولادي، لان هو مكانه بعيد جدا والجو ساقعة والطريق مش حلو خالص، وهو قاعد يعني وهو بيستنى مواصلات. ما فيش مواصلات هناك، عربيات كده بالصدفة تعدي، العربيات اي كلام، وانتوا عارفين السواقين وانتوا عارفين المواويل اللي عك اياها دي. تمام. فقال انا ما يعني من ساعة انا ما جيت، يعني من اول يوم، هو بقول من اول يوم وانا جيت انا عايز امشي، مش يعني مش عايز اجي الشغلانة دي. ليه يا عم؟ قالك لا انا بتبهدل في المواصلات، مره استنى ساعه ومره ساعه الا ربع واخر مره ساعتين، علشان انا واحد ياخد مني 70 جنيه و... وغير 70 جنيه اقعد بالساعتين في الساعه مش لاقي اي مواصلات توديني. لا، يا كده يا براحتكم يعني يا ما جيش خالص، يا براحتكم لو انتوا عايزيني يبقى انا بات. فطبعا هم موضوع البيات ده هم رافضينه، يبات يعني يبات الشغل مش مقطع بعضه عشان يبات. فطبعا هم رفضوا وبكده الراجل مشي. لكن اللي ريحني انا نفسيا واللي رضاني ان يمشي الراجل وانا مش موجودة، اريح حاجة يعني يمشي الراجل. لان كانت ممكن هي تفكر ان انا فعلا ضايقته او اتنرفزت عليه او قلت له اعمل كذا وما تعملش كذا. انا يا جماعة ماليش دعوة باي حد. اللي جاي ده المفروض انه جاي يريحني وجاي يساعدني. ليه انا ليه انا هزعل منه؟ او ليه انا بينه وبينه ايه؟ لا هو لا مؤاخذة في الكلام يعني، لا هو بيتي ولا انا هديله فلوس. ولا انتوا ايه رايكم حبايب قلبي؟ قولوا لي كده انتوا ايه رايكم في الكلام ده؟ ايه اللي زعلني في حاجه زي دي؟ وهنا طبعا يا حلوين يا مقطقطين اهو مبطئه لكم الفيديو، ولو ان انا مش عاجبني بصراحه تبطيء الفيديو كده. انا بحب يعني بحس ان الشغل المفروض يبقى فيه يعني بسرعه، جري 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 جري. لكن انتوا دايما ناس تقول لي ليه بطئ الفيديو بطئ الفيديو. الحاجه التانية ان في اكتر من حد بيقول لي يا نصرة انتي منحبش الفيديوهات بتاعت الشغل اللي انت فيها. يعني في ناس بتقول لي، في يعني مش كتير بس بيقولوا لي احنا بنحب روتينك في بيتك. فانا عايز اسال سؤال، ايه وجهة النظر ان انتوا بتحبوا الروتين في البيت؟ يعني انتوا عاجبكم البيت الفقيري ده ولا يعني مش فاهمه؟ ولا عشان انتوا دايما هو شغل يا في الجنينه يا في المطبخ؟ عايزاكم كده تردوا عليا تقولوا لي فعلا انتوا بتحبوا شغلي في البيت اللي انا فيه اكتر في شقتي؟ ايه السر ان انتوا في ناس اكتر من حد يقول لي نفس الكلام؟ وهو ايا كان الروتين هيفرق في ايه سواء كنت انا في شغلي او في البيت اللي انا ساكنه فيه.
وانت طبعا مش بايدي، انتوا عارفين ده اكل عيشي ان انا لازم اروح الشغل واشتغل علشان زي ما انتوا عارفين. مش هتكلم تاني لان في ناس ما بتحبش حتة اللي انت تتكلمي بقى في القناة بتجيب ولا ما بتجيبش والكلام لهبل ده. مش بحس يعني ان الناس بتحب الكلام في الموضوع ده. فيعني زي ما انتوا شايفين كده هروق الأوضة على السريع، هي نظيفة وكل حاجة، لكن انا كنت قاعدة انا بشرب شاي وهروقها كده على السريع السريع. بشكركم جدا على كلامكم الطيب، بشكركم على دعواتكم، بشكركم على كل حاجة بتقولوها لي. انتوا فعلا صحابي واخواتي واهلي وعيلتي. ربنا يا رب يستركم في الدنيا والاخرة، ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. وعايزاكم تقولوا لي انتوا بتحبوا الروتين اكتر في فعلا في الشغل، في شغلي ولا في الشقة. ويمكن انتوا ما بتحبوش الروتين كتير في الشغل على اساس ان انا مثلا محصورة في مكان واحد، ان كان في الحمام قال، ان كان في المطبخ او ان كان في الجنينة. لكن هي دي ظروف شغلي. بحبكم جدا واشوفكم على خير، والسلام عليكم.